زهقتي من الفراخ وكل شوية تفكري نشويها، نقليها، نسلقها؟ لا، ولا هنقليها ولا هنشويها ولا هنسلقها. هنعملها حمام كداب بطريقة عبقرية وكمان من غير ما نخليها. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل الجمال الدايب ده ازاي. شايفة؟ حاجة كده في منتهى الجمال. أنا شخصيا بحب الفراخ جدا وهي بعضمها، ما بحبهاش مخلية. لما باكلها مخلية بحس إن أنا باكل شيش طاووق. فيلا بقى نصلي على رسول الله. هنا كان كنت جايبة 4 وراك، ويكونوا متوسطين الحجم، يعني مش صغيرين ومش كبار عشان يستووا بسرعة. هنغسلهم كويس جدا ونحطهم في محلول النقع اللي هو معلقتين من السكر ومعلقة من الملح ونص ليمونة معصورة، وتسيبي الليمونة كده في المية وتسيبيهم ساعة، وعليهم نص معلقة قرفة. وبعد كده أنا جبت بصلتين. لو أول مرة بتشوفيني أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بأمر الله، ويا رب الوصفة تعجبكم. هنجيب بقى بصلتين متوسطين كده ونحطهم في الكبة أو تبشريهم على إيدك زي ما انت عايزة، وقطعي معاهم فلفل رومي، هيدي تيست عالي جدا للفراخ. وبعدين هننزل عليهم بمعلقة توم بودرة ومعلقة ملح ومعلقة بصل بودرة، وكمان نص معلقة من الفلفل الأسود. سوري معلش، انتوا عارفين بقى الأجواء الشتوية فظيعة يعني، كلنا عندنا دور برد. وكمان هنضيف عليها بهارات فراخ، ولو عندك سنة بابريكا يبقى تمام جدا. التتبيلة دي حلوة قوي قوي قوي. وانا حطيت كمان عليها يعني بهارات الفراخ دي بيبقى فيها زي سنة شطة كده، هي بتبقى جاية بهارات فراخ مشطشطة. وبعد كده سوري، هنبدأ نخلطهم كلهم كويس جدا مع بعض، وابدأي بقى دللي الفرخة او الفراخ، دلليها كده من جوه، يعني ادعكي الفرخة بالبصلة والتتبيلة من جوه ومن بره كويس جدا. الكلام ده هنعمله قبل ما نطبخها او قبل ما نشتغل فيها بحوالي ساعتين. ليه؟ التتبيله دي هتفرق معاكي جدا. وعلى فكره كمان انا نسيت اقول لكم ان انا فصين توم هرستهم مع التتبيله دي. التوم مع الفراخ بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. وبعد كده بدأت بقى ادعك الفراخ زي ما انت شايفه كده كويس جدا من جوه من تحت الجلد، ومن غير بقى ولا هنخليها ولا هنعمل فيها اي حاجه. دخلي فيها البصل والثوم والفلفل ده كويس جدا جدا، وسيبيها زي ما قلت لك ساعتين في التلاجة او في على الرخامة زي ما انت عايزة. وانا ما حطيتش البصل كله، انا سبت جزء علشان هتبل بيه الخضار. مش عايزة تحطي خضار تحتيه براحتك، بس انا هنا بفضل احط خضار تحت الفراخ. قطعت بقى البطاطس كارو كده، يعني مش كارو سوري، قطعتها شرايح، والكوسة والجزر قطعتهم شرايح سميكة شوية، على اساس ان هي ايه تستوي مع الفراخ وما تكونش دايبه كده خالص وما نعرفش ناكلها. لا، احنا عايزين القطعه بقطعتها كده. تمام. دي برضو تبلتها وسبتها حوالي ساعتين عشان تشرب من التتبيله، وهسيبها على الرخامه شويه لحد بقى ما نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى كوبايه ونص من الرز. انا عايزه اقول لكم هنا ان انا بحب الرز جدا فكترته قوي، فعشان كده عملت كوبايه ونص من الرز وبدات اشوحهم في ماده دهنيه، اي نوع ماده دهنيه عندك، سواء زبده سمنه اي حاجه. وهنا كان عندي شويه كده صغيرين من الكبد والقوانص، كانوا بتوع فرخه قبل كده يعني او فرختين، ورحت مقطعاهم ونزلت بيهم بعد ما حسيت ان الرز اتحمر شويه. ما تنزليش بيهم على طول، هتنزلي بيهم بعد ما تحسي ان الرز بدأ يحمر كده او ياخد لون ذهبي. تمام. وابدأي شوحيهم كويس جدا، قلبيهم عشان ياخدوا صدمة، وتكون الطاسة طبعا سخنة قوي. افضلي قلبيهم كده وشوحيهم. وبعدين هنا هنتبل بقى بنص معلقة من القرفة وكمان نص معلقة من الفلفل الاسود، وما تنسيش بقى الملح. وقلبي كويس جدا، انا عايزة كل ده يتقلب لحد لما يتحمص خالص وتحسي ان هو لونه بقى يعني اشقر غامق. هنا بقى كان عندي معلقتين من البصل والفلفل الرومي، كانوا مبشورين برضو، نزلت بيهم خلاص. هو خلاص يعني الرز يعتبر اتحمر. قبل ما يتحمر كده بحاجة بسيطة هننزل بيهم ونقلبهم تقليبة بسيطة خالص، مش هياخدوا اي وقت يعني. وبعد كده هننزل عليهم بحوالي كوباية من المية السخنة. الكوباية دي هتفرق وتخلي الرز معاكي مفلفل ومش هياخد سوا ولا اي حاجة، بس لازم.
وابدأي قلبي، ما تغطيش يعني وتسيبيه ساعتين، عايزة تغطيه وتسيبيه دقيقتين كده ماشي. هو بس يعني عشان ما يبقاش ناشف، عشان مش عايزين نحشيه وهو ناشف. بصي هنا مستوي 3/4 سوا، بقى عامل زي البليلة كده. تمام، هنيجي بقى نبدأ نمسك الفراخ ونحشي تحت الجلد. انا هنا ما كانش المفروض ان انا اكتر الرز، كان المفروض يكون الرز اقل من كده شويه، بس طبعا عشان انا بحب الرز قوي وهو محطوط كده جوه الفراخ فزودته قوي، فالجلد ما استحملش. في اتنين كده يعني فرقعوا نص فرقعه كده. لازم اكون صادقه معاكي يعني، عشان خاطر ما اقولكيش حاجه وبعدين تعمليها وتبوظ منك. لا، هنا ما تزوديش الرز، انا هنا زودت الرز. تمام، قللي كميه الرز شويه، انا هنا افتريت حطيت في كل حاجه. ولا هتحتاجي بقى ان انت تخليه ولا اي حاجه، على فكره بيطلع كده احلى بكتير قوي من المخلي. المخلي انت بتاكلي وراك مخليه وراك مخليه بالرز بس مش اكتر. وهنبدأ نحشي كل الكمية، وهنجيب بقى معانا الصينية اللي هنشتغل فيها. بس لما نخلص هنا الكمية، بصي حطي في الرجل بتاعت الفرخة، حطي كل الرز. طبعا هنا انا يعني مش عايزة اقول لكم انا بحب الرز المحمر ده جدا جدا، يعني اكتر من الفراخ او الحمام او اي حاجة. الحمام يا جماعة راح في حتة بعيدة كده انت عشان تعملي دلوقتي ما شاء الله 6 ولا حاجة عايزة لك مبلغ وقدره، بس عادي يعني احنا ما يهمناش هنعمل برضه ربنا يزيد ويبارك، اللهم امين يا رب، ويرزق كل من كان. بالله عليكم ما تنسوش اللايك، اهم حاجة اللايك يا جماعة. بس يا ستي هنجيب بقى الخضار اللي احنا كنا تبلناه وهنحطه في الصينية، نرصه كده في الصينية ونرص عليه الدجاجات او وراك الدجاج. ونجيب بقى ورقة قصدير عندك، ورق زبدة. تمام، حطيه الأول وبليه، وبعدين ادهنيه بمادة دهنية زيت يعني. وبعدين حطي عليه ورقة القصدير. أنا هنا ما كانش عندي فأنا إيه هحط عليه القصدير. بس في خطوة مهمة جدا، إن إحنا هنضيف عليهم كوبايتين من الطماطم المضروبة أو المبشورة. كوبايتين من الطماطم المضروبة أو المبشورة، وزودي شوية مية صغيرين بس عشان الخضار يستوي. كده كده الفراخ هتستوي على البخار بتاع الخضار وهي منها فيها يعني. وبعد كده هندخلها الفرن ونطلعها زي ما انت شايفه كده. انا قلت لك ان في 2 أو 3 فكوا مني حاجه بسيطه. بصي ما تنسيش اللايك، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.